السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 7 أسباب للمحافظة على الصلاة دون كسل أو انقطاع. نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك حبايبي إن الصلاة أهم حاجة في حياتنا كمسلمين، فهي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين، بل هي قرة عين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي هو أسوتنا وقدوتنا. قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. طب حال النبي إيه مع الصلاة صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي يقول دائما: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقرة عين هو الشيء الذي تستقر عليه العين، لأنه أحب شيء إلى قلب ذلك الإنسان. فأحب شيء إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة، ما شاء الله. بل كان النبي إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. يعني إيه حزبه أمر؟ يعني إذا حدث له مكروه أو أي شيء يصيبه بالحزن والهم كان يفزع. شوف كلمة فزع إلى الصلاة، لأن ربنا قال كده: واستعينوا بالصبر والصلاة. ما شاء الله. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أرحنا بالصلاة يا بلال. عشان كده واجب علينا جميعا إن احنا نحافظ على الصلوات الخمس في مواقيتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأنا بقدم لحضراتكم 7 هدايا من خلالها تحافظوا على الصلاة دون كسل أو انقطاع. قبلتوا الهدية؟ صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أول سبب هو الاستعانة بالله. طبعا إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فلما الإنسان يكون سبحان الله الله عز وجل يجعل في قلبه حب الصلاة، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فنحن بنستعين بالله وبنسأل المولى عز وجل إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل الصلاة قرة عين لنا. يبقى أول حاجة الاستعانة بالله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رقم 2 يا حبايبي الدعاء في جوف الليل الأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة فينادي ويقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، إلى أن يطلع الصبح. فقوم حضرتك وقومي حضرتك في جوف الليل الأخير وقولوا يا رب، وانتم بتصلوا كده وأنتم في هيئة السجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء. فقولوا يا رب اللهم اجعل الصلاة قرة عين لنا كما كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا بعدها هتلاقوا نفسكم ورب الكعبة بتصلوا الصلاة تخلصوها مشتاقين للصلاة اللي بعدها بفضل الله. رقم 3 حبايبي، كل واحد فينا ياخد، ده بالنسبة اللي مش بيصلي، اللي لسه ما بيصليش خالص يعني، ياخد قرار فوري في التو واللحظة، يخش يتوضى ويصلي ويستقيم على ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. حضرتك ما بتصليش، على طول في ساعتها بعد الحلقة دي مباشرة قومي وتوكلي على الله واستعيني بالله وتوضي وصلي. هتحسي لأول مرة بحلاوة الإيمان ملي قلبك بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 4 حبايبي مجاهدة النفس من أجل المحافظة على الصلاة في موعدها، لأن طبعا الصلاة محتاجة، وكل عبادة محتاجة إلى مجاهدة النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وليس سبيلا واحدا. فنجتهد ان احنا قبل الصلاة نكون جاهزين متوضيين. النساء بتصلي في البيت ولها نفس أجر الرجل وهو يصلي في المسجد في جماعة، والرجل يتوضأ ويذهب إلى المسجد بفضل الله سبحانه وتعالى. يلاقي نفسه كسلان يقوم يتوضأ ويصلي، يلاقي نفسه تعبان يقوم يتوضأ ويصلي، وهكذا مجاهدة نفس بفضل الله. قال ثابت البناني رحمه الله رحمة واسعة:
كابدت الصلاة 20 سنة ثم تلذذت بها 20 أخرى، فوالله إني لأدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها. بيقول قعدت 20 سنة وجاهد نفسي عشان أصلي وأحافظ على الصلاة، تمام؟ وبعدين قعدت 20 سنة أتلذذ بالصلاة حتى إني أخش في الصلاة كده وأحمل هم إن أنا بعد شوية الصلاة دي هتخلص من كتر لذة المناجاة التي كان يشعر بها بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب رقم 5 حبايبي، اوعوا تأخروا صلاة أو تجمعوا صلاة إلى صلاة، لأن في الوقت ده الصلاة هتبقى تقيلة عليكم. تخيلوا حضراتكم لو واحد أو واحدة ما صلاش الظهر وجي عليه وقت العصر، هيبقى عليه كم ركعة؟ هيبقى عليه 4 سنة قبل الظهر و4 ظهر، يبقى 8، و2 بعد الظهر ادي 10، والعصر 4 يبقى 14 ركعة. تقال عليه. طب لو وصل للمغرب بقى، لا ده الموضوع هيكبر اكتر من كده، هيبقى 19 ركعة. طب لو دخل في العشاء فتلاقيه كسل فيترك الصلاة. فما تجمعوش صلاة على صلاة، كل صلاة في وقتها. طب لو حصل لي عذر او ظروف او مرض في يوم يا شيخ محمود وقدرا اتجمعت عليها الصلاة، اوعى تنام قبل ما تصليها. ليه؟ لأن ربنا يا رب يديكم طولة العمر مع حسن العمل وحسن الخاتمة. ممكن الإنسان ينام ما يقومش فيبقى عليه صلوات عياذا بالله، فيلقى الله عز وجل وهو مقصر في حق الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: من مات على شيء بعث عليه. فاللي يموت وهو بيصلي أو بعد ما أدى الفريضة يبعث يوم القيامة طائعا لله سبحانه وتعالى. رقم 6 حبايبي، كل واحد لازم يعرف قيمة الصلاة عشان يحافظ عليها. فالصلاة عماد الدين، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، بل أهم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول ما نحاسب عليها يوم القيامة بين يدي الله من الأعمال بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 7 ودي آخر حاجة، اصحب من يعينك على الصلاة، واصحبي من تعينك على الصلاة. يعني الواحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يعني من يصاحب. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فنصاحب الناس اللي ياخدوا بإيدينا إلى طاعة الله، اللي يذكرونا بالصلاة، اللي ياخدوا بإيدينا إلى كل طاعة ترضي الله سبحانه وتعالى. وفي الآخر خذوا مني النصيحة البسيطة ديت: ابعدوا، مش هقول قدر الإمكان، لا ابعدوا عن أي شيء يغضب ربنا، وبخاصة هذه الأشياء ال5: الشرك بالله، عقوق الوالدين، قطيعة الرحم، المظالم، وترك الصلاة. ابعدوا عن ال5 دولت على قد، مش على قد ما تقدروا، ابعدوا تماما. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم. إنما قال إيه؟ وما نهيتكم عن شيء فانتهوا. ما قالش فانتهوا ما استطعتم، لأن إيه؟ المعاصي نبعد عنها. فما ظنكم بالكفر أو الكبائر؟ فالشرك كفر بالله، والعقوق كبيرة من أعظم الكبائر، وقاطعة الرحم من أعظم الكبائر، والمظالم كبيرة من أعظم الكبائر، وترك الصلاة من أعظم الكبائر. ادي 7 حاجات يا حبايبي تخليكم تحافظوا على الصلاة دون كسل او انقطاع. اسأل الله عز وجل ان يجعل الصلاة قرة عين لي ولكم، وان يجمعني واياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.